بقدر الإمكان ما تدعكش عينك كتير، لأن الحركة دي بتضعف القرنية، والقرنية هي النسيج اللي موجود حوالين النن الأسود اللي في العين. ولو عاوز زيادة وبركة في الرزق اقرأ سورة الواقعة، وما تزغزغش عيالك لأن ده خطر على صحتهم. ولو عاوز جسمك يخس ما تاكلش بعد الساعة 6 المغرب، وإن عرفت تعملها عرفني وعلمني عملتها إزاي. ولو خارج مع مراتك إياك تلبس قبلها، لأنك كده هتستنى كتير، وإن طلبت حاجة من حد ادفع تمنها بنفس راضية ومن غير مناهدة وفصال، عشان يبقى لك عين تطلب تاني، وعشان ما يطنشكش بعد كده. حب الخل للناس سمعتها؟ خليني أقولها لك مرة تانية. حب الخل للناس عمره ما هيقلل من رزقك حاجة. سامح نفسك وتصالح مع عيوبك، واعرف إنك بشر بتغلط وبتصيب، وساعتها محدش هيعرف يمسكك من إيدك اللي بتوجعك. عارف؟ ممكن وجودك المستمر وقربك هو اللي مخليك مش متشاف. فابعد حبة تزداد محبة، وما توصفيش جمال واحدة وملامحها لجوزك. الرسول نهانا عن كده حتى لو كان شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. الأحمق وخفيف العقل بيبان من 3 حاجات: لما يجاوب على سؤال مش متوجه له، ولما يتكلم في أمور ما تخصوش، ولما يتسرع في قراراته، زي إنه مثلا يدخل مشروع أو شراكة مع حد وهو مش فاهم فيها من أصله. اخسر النقاش مع أمك وما تدخلش في جدال مع أبوك، أهو منه بر ومنه راحة بال. ولو عاوز تبقى حر وتروح وتيجي وتشتري وتبيع، يبقى استقل ماديا وكل من عرقك. واللي يأنبك على غلطاتك اوعى تديله سرك تاني. وعلامات الحاسد 3: يتكلم عنك حلو وانت موجود، ويغلط في حقك وانت غايب، ويفرح قوي لما يشوفك زعلان. اوعى تنتقد اي شيء تم، مادام غيرك جاب حاجة او خد خطوة يبقى ما ينفعش تقول له كلمة تزعله. قول له كل خير وما توجعش خاطره بكلمة. عوض ربنا وعد، ووعد ربنا حق، وضروري هيفرجها عليك ويعوضك عن قريب بكل خير. السلام عليكم.